السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ عساكم الله بخير. اليوم عندنا طبخة ثانية، الطبخة راح تكون بالدياي. طبعا انتم ككيتونيين لازم تعرفون الدياي تاكلونه بجلده. الدياي ينأكل بالجلد. المهم الدياي هذا راح يكون بالفرن بطريقة جديدة، فانتكة جديدة، شيء سهل جدا 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 وراح يعجب. راح نحط في الدياي طبعا دائما الخضروات اللي راح تختارونها انتم شو تحبون من الخضرة او من الخضروات، حطوا الخضروات اللي انتم تحبون. انا راح احط ماشروم، فليفله لونين، حاط فليفله خضراء وفليفله حمراء، وعندي كوسه، وعندي شويه بصل ابيض مقطع شويه يعني كميه بسيطه. البهارات في الرجيم الكيتوني تقدر تختار البهارات اللي انت تحبها، اي نوع من انواع البهارات اللي انت تحبها كسبايسز جاست دو ات، جاست حطها على راحتك. انا راح احط ثوم مطحون، تحتاجون السي سولت دائما، الفلفل المبشور، عندي مكس بهارات عربية، مكسي أنا الخاص، وراح أحط بهارات الجارليك أند هيرب، شيء بسيط يعني. ولا تنسون دائما أنتم ككيتونيين لازم تحطون كمية وفيرة من الزبدة، كمية خلونا نقول من 50 ل 100 جرام، إذا تقدر تزيد أنت بطل. كيس الفرن راح تحتاجه اليوم لانك راح تحط الدجاج داخل كيس الفرن. راح اوريكم قطع الدجاج اللي يحبذ انكم تاكلونه، لا تاكلون الصدر، كلوا ريل الدجاجه او فخذ الدجاجه لان فيها جلد، تحتاجون للجلد الطبيعي اللي موجود في الدياي. ونبدا الطبخه، نحن كيتونيين نحن صح. شويه ملح بحري، شيء بسيط، لان اصلا الملح البحري لاذع اكثر، يعني ملوحته اكثر من الملوحه العاديه. شويه فلفل اسود، شيء بسيط، بهارات عربيه، شيء بسيط، شويه من بهاراتكم اللي تحبونها، طبعا كله شيء بسيط. الثوم عزيزي، الثوم اني اعشقك يا ثوم، تحطون شيء بسيط. الحين يتم التحريك. انا والله نسيت الكركم، برجع بحط كركم لاني اعشق شيء اسمه كركم. الكركم انا اعشقه، فلازم احط لي شويه كركم، رشه بسيطه شي. وبشي نحن نكون بهرنا دياينا جاهز الحين. اعزائي المتابعين، كميه الزبده لازم تكون بتوين 50 ل 100 جرام من الزبده. طبعا انا ماخذ 100 لاني انا خلاص ادفانس الحين في الرجيم الكيتوني، فراح اخلط الزبده مع الدياي. الخلط بهذه الطريقه يعني بس عشان يمسك على الديايه فقط، لانه اوريدي راح نحطه في كيس الفرن الحين، وراح يكون كل شيء ان شاء الله عجيب. طبعا نحط الدياي والزبده اللي جرسناها مع الدياي داخل الكيسه. طبعا ناخذ خضرواتنا اللي نحن قصيناهم قبل شوي ونحطهم في نفس الكيس. طبعا نسكر الكيسه بهذه الطريقه. هذا شكله وهو جاهز، ونحطه في الفرن الحين. نراويكم كيف نحطه هني ونشله. تعالوا معاي. طبعا نحن مشغلين الفرن على درجة حرارة 200 من قبل ما يقارب 10 دقائق، وخلينا الفرن يحر. الحين راح نحط طبختنا داخل الفرن، وراح ننتظر ما يقارب 30 ل 35 دقيقة بالكثير، وتكون الطبخة جاهزة وفلالية. نسيت اعطيكم معلومه ان الفرن نحن مشغلينه فوق وتحت. هاي كلمه اماراتيه، فوق وتحت، يعني مشغلين الحراره فوق والحراره اللي تحت. وشكرا، ونشوفكم بعد
35 دقيقة 40 بالكثير. ثانك يو. طبعا الطبخة وخلصناها، والحين نفتح فرننا. طبعا طبختنا جهزت، الزبدة وايد، دهنة حلوة، والطعم ان شاء الله بيكون عالمي. عالمي.